اهلا بيكم متابعين قناه مزايا. معاكم ابو كنز النهارده في حلقه جديده. احنا النهارده في سقاره عند حد من اقوى الناس الموجوده في مصر في بريدر بتاع الكين كورسو، عند الوليد حامد. هنفرجكم على المساحات عنده عامله ازاي ومزرعته كامله. نفرجكم على الموضوع هنا. ربنا يبارك للجميع يا رب، ان شاء الله رب العالمين. يعني الموضوع يعجبكم. لا خلينا بقى نتفرج احسن، يلا بينا. احنا لسه مكملين معاكم في مزرعه الوليد حامد في سقاره. احنا استاذنا استاذ وليد بقى يعني ناخد حد من الشباب بتاعته. طلع خد معانا وكابتن حسن مشرف المزرعه، يعني بقى عشان احنا ايه هنلف معاه شويه في المزرعه، فاستاذناه يجي معانا يفهمنا تفاصيل الكلب بقى اكتر من كده. نمشي حوالين البوكسات، يقول لنا بقى كل بوكس الدنيا فيها ايه، تمام. ونحاول نساله بقى على مشاكل الكين كورسو اللي بتقابله، لان هو المسؤول عن التحضين وعن الفرخ وعن الكلاب عموما او عن المزرعه عامه. اهلا بيك كابتن حسن، عامل ايه؟ اتشرفت مع حضرتك والله النهارده، اسعدتونا بصراحه. ربنا يبارك فيك يا كبير، انا فرحت بيك والله اقسم بالله. حبيبي ربنا يبارك فيك يا كبير. هنمشي بقى خطوه خطوه كده يا باشا بعد اذنك، نوري الناس نفرجهم. يعني احنا قلنا كده هنا الاول دي كاسات صح؟ دي جوائز للكلاب اللي بتكسب. تمام. جوائز الكلاب بالمراكز بتاعتها كسبت ايه او كده. تمام. احنا هنا في منطقه الحضانه حوالين مننا دوت. المكان ده اسمه حضانه. بناخد الام قبل الولاده 15 يوم ندخلها الحضانه متابعه خاصه لحد ما ربنا يكرمها ان شاء الله وتتم 45 يوم. تمام. سهل قوي طبعا، زي ما مستر وليد قال قبل كده كتير، انك تنتج كلب كين كورسو، بس صعب جدا انك تطلع بطل. صح. تطلع بطل دي قصه كبيره قوي. انت طبعا يا معلم متابع انت بقى الموضوع تحت ايدك هنا كله. فالابطال كده تحت ايدك الحمد لله. صح كده؟ الحمد لله. فهنفهم منك كل حاجه دلوقتي ان شاء الله. احنا بنبدا طبعا الجروايه، احنا بنستلم الجرو عمر يوم، بنتعب معاه شويه في اول 4 ايام لحد 10 ايام، ده اهم حاجه في ايام التحضير. تمام. بعد كده بسم الله ما شاء الله بتبدا يبان النمو بتاعه قدامك اول باول. تمام. بيبدا معاك تبدا تشبطه او تلعبه او تحببه في شيء معين، اللي هو كوره تريد معين، ان انت عشان لما تيجي تهندل لشو او تدرب لاي شيء انت عايز تعمله بتلاقي المكافاه معاك سريعه والتركيز الكلب معاك اسرع. تمام. فبتبدا مع الكلب والحمد لله زي ما انت شفت كده عرض الشو اللي احنا عملناه. ايوه. مايبخ دوت، ده كلب عنده سنه اللي هو ابو ودن اللي كان بيجري دوت. ابن ايروس. تمام. ايروس ولا ايروس؟ ايروس. ده سنه و5 شهور او 6 شهور بالظبط لسه. تمام. لسه جار عيل بسم الله ما شاء الله، وحجمه بس جنبه شويه ما شاء الله. يعني طلع للاب ما شاء الله. صعب زي ما احنا قلنا ان انت تنتج بطل، يعني ايه من 45 يوم تبدا ليه سيستم معين، بيجري في رمل، بينزل حمام سباحه، اكل معين، ممنوع عظم لمده معينه، كل اكله لحوم مثلا من غير عظم خالص. تمام. فيتامينات الجاج والكالسيوم والحاجات دي كلها، يعني اي شيء بتديهوله بتركز معاك في الاساسيات. انت بقى الناحيه عشان خاطر ايه؟ انا ناحيه الجري. لا ولا يهمك. بتركز مع الكلب في حاجات معينه، اللي انت بتبني بيت، بتاسس العواميد. تمام. تبدا تدي فيتامينات مظبوط، تبدا تقوي عظم، تبدا تخلي مفيش حاجه اسمها ليونه، مفيش حاجه اسمها ارتخاء في الاعصاب، الكلب يمشي مشدود، مش اللي هو مرهرط زي ما بيقولوا، لا عضل مرسوم
تمام. طبعا ده بيبقى من نص ساعه رمل، بعد كده 15 دقيقه حمام سباحه يوميا الكلام دوت. جري في الجنينه ربع ساعه يوميا. طبعا الكورسو زي ما انت قلت حضرتك في السؤال الاولاني بيشتكي من ايه؟ الكورسو كلب بيشتكي اول حاجه من تشوهات القلب. تمام. يعني كلب بيشتكي من تشوهات. تمام. دي اصلا من المشاكل اللي بتقابلك يعني في الكورس. في الاساسي خالص هو بينزل مشوه بالقلب، يعني ده قدره ربنا عليه. بس الحمد لله يعني انتاجنا الف حمد وشكر ربنا، لان احنا ماشيين صح وبننتج بطريقه كويسه. فما عندناش اي مشكله في عظم، ما عندناش اي مشكله في انواع من الحساسيه، لان الكلب في الكورس بيشتكي من الحساسيه، بيشتكي من العظم في المفاصل وكده، في التهابات في كده. بس ده كله على حسب البريدر وانتاجه. احنا ممنوع منعا باتا كلب يعني مثلا ما نجيبش حاجه عندها دومادكس او اي نوع من الحساسيه نجوزها وننتج منها. صح. هنورث الحاجه ديت للجيل اللي بعديها. تمام. احنا كده بنكبر المشكله مش بنقلها. مش صح. معنى ان حد بريدر عنده نتايه هي محترمه وكل شيء بس عندها نوع من الحساسيه بيتورث انك تجوزها، لا ده طبعا ممنوع. احنا بنحاول نحافظ على السهوله باي ما الوجه، بنقوم معاهم بطرق علميه وعلى دراسات، وكل ده تحت طبعا اشراف مستر وليد علينا. تمام. وبعد ما نصايحه لنا بصراحه احنا بنقدر نطلع ابطال من مصر. ما شاء الله. ابطال مصر النهارده بتسافر للبلاد والدول اللي احنا كنا بنستورد منها اساسا الكلاب. تمام. طبعا دي نتيجه رائعه لينا. ده بدايتنا. ده اول بوكس إيروس. لينا. ده ايروس. تمام. ده ايروس. ورونا بقى هو في بوكسه كده، بص زي الفل هادي برضه الحمد لله. ايروس من الكلاب المحترمه جدا. كلب الله اكبر عليه، ما شاء الله. بصمه في الانتاج. الله اكبر. انتاجه معروف، انت لو شفت اسمه في اي مكان معروف ايروس، ده ابن ايروس خلاص، ده معروف هيبقى ايه بعد قد كده. ما شاء الله. تمام. وانتاجه ما شاء الله مشرف يعني. طبعا هنتفرج على انتاجه دلوقتي واحجامهم. تمام. ودي هنا ده ذكر. ده ابن ماكسيمو. زورو. اسمه زورو. كلب محترم جدا. ده تقريبا ابو الجروايه اللي كانت معانا. دي كان ابو الجروال الفورمانتينو اللي كانت معانا فعلا، مع اشتراك مع الاستاذ حشاد. ما شاء الله. تمام. ده استاذ فايتر غني عن التعييري. اكتر كلب ما بيحبش حد يهينه. ايوه. حتى لو صاحبه ما بيحبش حد يهينه جدا. يعني اي حد يلمسه ممكن، يعني انا صاحبه وكل حاجه. تمام. ان انا اهينه لا، ما تعليش صوتك عليا، ما تهنيش. صح ولا لا؟ شفت التحويل؟ ايوه. وهو بيحبني، بس الكلب الكينج كورسو ما بيحبش الفاصل بينه وبين البشر. تمام. ده ابنه. ايوه. ابن فايتر. ده لسه 6 شهور بسم الله ما شاء الله عليه. ولد عسوله كده. تعالى كوكو بلاكي. ده انتاج وين يا كابتن حسن صح؟ ايه؟ انتاجنا برضه. صح كده؟ ده انتاجنا يعني. بس ازاي انك تخلي الذكر يبصم ويجيب الخلفه توأمه، دي مش حاجه سهله طبعا. صح. دراسات كبيره. وهنا بقى الرط ده رط بتاع اقامه بتاع حد يعني. تمام ماشي. ما شاء الله. ده ايه؟ ده اسمه بلاكي، عنده 9 شهور ونص. ده ابن مين ده؟ ابن بلاكي. تمام. اللي بعد منه ده ابن بلاكي؟ ده ابن بلاكي اللي هو توفى بتاع مصر. اللي بعد منه انجلش ماستيف، من اطيب انواع الكلاب في العالم كلها. يعني كلب طيب جدا. الانجلش ماستيف. طبعا نخش بقى بعد كده على حاجه اسمها العمالقه. يعني هيشوف الحلقه دي يا جماعه لازم يعني بسم الله ما شاء الله. العمالقه دول ولاد ايروس. ده ابن ايروس؟ ده ابن ايروس. تمام. العمر سنه و9 شهور. سنه و9 شهور. كلب كاخلاق وكشخصيه وككل شيء كلب عنيف جدا مع اي حد غريب، وعمره في حياته ما يفكر يأذي صاحبه. بابلو كم اب اب. كلب تحط ايدك في بقه ما يعملش اي شيء، ده صاحبه. لكن حد تاني لا، ممنوع. ممنوع انه يقرب على البوكس بتاعه ويلعب حتى معاه. ايوه تمام. واحجامه والله اكبر. دي احجام ايروس. ما شاء الله. دي احجام ايروس. ما شاء الله. ومش هنقول اصغر الاحجام ولا اكبر الاحجام، لان في احجام كبيره طلعت عند ناس ربنا في البيوت اقوى من كده كمان. ما شاء الله. الله اكبر. ما شاء الله. تمام. استاذه ماجيك عالميه مستورده طبعا. الحب بتاعي ده العيش بتاعي. اسمها ماجيك. جايه منين؟
صربيه. صربيا؟ أيوة. تمام. دي بنت ايروس. دي اللي خرجت بره؟ دي البرندل. دي مش اللي خرجت. مش اللي خرجت بره؟ لا. دي برندل في فول. تمام. لونها جميل جدا. اللي خرجت بره اللي هي تشيلسي. ايوه هي دي. اللي هي دي اللي هرجت بره. تشيلسي. تمام. بعدها كارما. دي كوما؟ لا طبعا برضه ده خط الدم بتاعنا. كارما. إيه؟ كارما. كارما، انا سمعتها كوما. ماشي. لا تمام. كارما. تمام. اللي بعد منها بنت ايروس. دي لاجسا. اسمها ايه؟ لاجسا. تمام. دي عمرها قد ايه دي؟ لاجسا عندها دلوقتي داخله في ال 11 شهر. بنت ايروس وبندوره ده اقوى خط دم بصراحه في المزرعه. الله اكبر عليهم، يعني بصمه عالميه ما شاء الله في خط الدم بتاعهم. تمام. طبعا لورد كلب بلدي ومن احب الكلاب عند مستر وليد اولا. ايوه يعني العشق بتاعه. بس هو عنيف جدا. كلب عنيف. كلب عنيف بلدي بس بهدل الدنيا. ما بيحبش حد غريب. بهدلنا يا عم، احنا نبص عليه بهدلنا. هو قوي بسم الله جسمانيا وحاسس بنفسه. هو حاسس بنفسه، عارف بس ان هو هو قوي. وليد مهتم بيه قوي. طبعا. وقعد بيقول لك بقاله بتاع كام سنه عنده اصلا. هو يعتبر من بدايه المزرعه هو معايا. بيقول لك ان هو كان جاي بقى من الشارع جدا. كان جاي طبعا متخدر كمان. هزيل خالص. كان جاي متخدر عشان يجي، وكان مستر وليد اللي قام يعني فاق على ايد مستر وليد. فهو ليه وفاء جامد اول مستر وليد بصراحه. ما شاء الله. دي مارسي الكلبه الخاصه بتاعت مستر وليد. دي قاعده معاه في الفيلا على طول، بيجيبها هنا نظام اقامه فسحه. تمام. دي اسمها مارسي. دي فالنتينا. دي فالنتينا كلبه محترمه جدا مستورده. تمام. من اقوى خطوط الدم برضه في مصر. كلبه محترمه قوي قوي يعني. مستر وليد لما بيحب يجيب حاجه بيحب يخلي عنده حاجه ان الناس كلها تربي حاجه كويسه بعد كده. ايوه. يعني كل همه وكل تركيزه في كلمه كان كورسو ان انا اعمل انتاج يشرف لبلدي ويشرفني مع اي حد. رقم بسم الله ما شاء الله. ما فيش حاجه اسمها عندنا منعا باتا لما بنسمعه عن اي مزارع بره ان يحط خلفه على اسامي خلفه او خلفه على اسم. لا 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 امانه طبعا. هنا مستر وليد الحمد لله ثقه الناس فيه، وهو كبني ادم محترم ما شاء الله. في البريدر بتاعه وليه اسمه معروف. بصراحه ربنا يجازيه كل خير على اللي هو بيعمله معاهم. يعني مهيأ لهم المكان حاجه فوق، يعني نجيله، حمام سباحه، ملعب الرمل، تريد الشاي، كل ده موفره لهم. تمام. اكل بجميع انواعه، اي شيء موفره لهم. عشان كده برضو بتلاقي عنده الحاجه ليها وضع تاني غير بره. تمام. ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر. تمام. دي بنت تشيلسي اللي احنا اتفرجنا عليها. بنت اللي خرجت علينا بره؟ ايوه بنتها. دي بنتها. على مين بقى؟ الاب. الاب ايروس. ايروس. تمام. 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 وفي دي برضو استنى دي احنا قلنا دي بنت ايروس خلاص. دي بقى دي بنت فايتر اللي هو اخت بلاك اللي احنا شفناه اللي هو 6 شهور برضه. تمام. نفس العمر يعني؟ نفس اخته. نفس البطن. كوين. تمام. اسمها كوين. دي بندوره. دي بندوره. ماشي. دي كوين. اللي بعدها؟ اللي بعدها دي بندوره. بندوره. ايوه. تمام. بندوره خط دم ماكسيمو، خط دم محترم جدا ما شاء الله. ماكسيمو معروف يعني، كان واخد بطوله مصر كذا مره، وكلب محترم برضه. هو مش موجود عمل يعني حاليا في الحياه، بس كلب ليه بصمه عالميه يعني. ده ابن بندوره وابن ايروس. الله اكبر. الله اكبر. اسمه سيمبا. تمام. ده عمره صغير صح؟ لسه 6 شهور. ما شاء الله. تمام. دي كليو عندها سنه. تمام. ما شاء الله. تمام. ده بيجل. البيجل طبعا كله اقامه معروف طبعا ان هو اقوى حاسه شم، بيشتغل يعني رتبته في امريكا ضابط امريكي في الجيش الامريكي. هو ده ضابط الرتبه بتاعته كده. قوه الشم عنده قويه جدا. ما شاء الله. طبعا البوكسر غني عن التعريف.
كلب اللي هو عنده طاقة عالية جدا وبيحب يخرج طاقته، بيحب يحبب صاحبه في أي شيء، يسعده ازاي، بيعمل كل حاجة عشان يسعد صاحبه. ما شاء الله. كلب البوكسر بصراحة بس يعاني بضيق النفس شوية، يعني التنفس عنده مش عايز حر يجري فيه كتير، ما يعملش مجهود عالي في جو مش كويس حرارته. ده اقامه صح؟ ده إقامة برضه، إقامة أيوه. تمام. دي فتة دي فتة مستوردة برضه. بس انت الكلاب هنا كلها كابتن حسن قريبه منك. طبعا عشرة. ده كلب هجين بين الجيرمان والهاسكي. تمام. ده طبعا هو بتاع حد اقامه برضه، بس حد محترم جدا وبيحافظ على حاجته زي ما انت شايف، ويعني مهتم بيه بصراحه. ما شاء الله. بيانكا من السلالات النادره في البصمه بتاعتها في الخلف. ده استاذ ماكسيمو ابن ايروس. ماكسيمو واخو مايبخ هو طلع برضه اللي كان ابن ده. ده ماكسيمو. تمام. نايت كلب مستورد ورق بولندا. تمام. عنده سنه 5 شهور برضه. لسه صغير. لا مش اقامه، مزرعه بتاع المكان. ايوه. تمام. اشقى كلب اشوفها بيجي اغرب اسم هتسمعه. خيريه. 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 خيريه مروحه. المروحه لو بتلف 30 لفه في الثانيه هتلف 60 لفه في الثانيه. صح يا خيريه؟ اب 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 اب. تمام. تمام. في حاجه ثانيه في الناحيه الثانيه الولف دوج اللي هي الديبه. الناس كتير بتقول عليها ديبه لكن هي مش ديبه، هي الاب ديب طبعا والام كلبه، فبيسموها ولف دوج. هي جايه مستورده. تمام. وفي طبعا الباقي اقامات بتاعت ناس، كلب بلدي حد حبه بيجيبوا يتفسحوا او كده. لكن سيستم المزرعه كله زي ما احنا حكينا في الاول، ازاي ننتج البطل، هندربه ازاي، هننتجه ازاي، واي شيء يجي لك تعليقات على قناه حضرتك احنا نقدر نرد عليه ونساعد حضرتك في اي رد تحت امرك. بس ربنا يبارك فيك. ده برضه كان بلدي اقامه. بلدي اقامه ايوه. ده جاي اقامه. تمام. وده برضه اقامه بلدي. الاربعه البلدي ورا بعض اقامه. اخر حاجه بقى ده كده دي كده الاقامه كلها. دي كلها اقامات. دي كده كلاب اقامه. دي كلها اقامات. الكيك كورس ده برضه اقامه اللي لا دول بتوع مستر وليد، دول ولاد ايرس وبندوره. دول الانتاج الجديد ان شاء الله اللي احنا هينزل برضه الشو الجاي باذن الله. استاذنك نصورهم عادي؟ مفيش مشكله اتفضل. طيب صورنا دول معلش يا خالد. ده البنوته اللي واقفه دي اسمها روما. تمام. واللي تحت ده اسمه روميو. روما. دي روما؟ اللي واقفه على الباب اسمها روما، واللي تحت اسمه روميو. تمام. ولاد مين بقى؟ ايروس وبندوره. ما شاء الله. عمرهم قد ايه دلوقتي؟ لا دول لسه ما كانوش 6 شهور. رود فاير. اقامه. اقامه بنوته محترمه جدا يعني. صاحب الاسقف الحمراء يعني. ما شاء الله. كلب محترم جدا الروت برضه. ما شاء الله. ده مايبخ اللي كان بيتدرب بره هندله للشو. ده ابن ايروس. ايوه صح؟ ايوه احنا لسه مع بعض بس لا بس تمام. تمام. ده هات بقى كده بص دي البوكسات بس هي طبعا احنا كده تمام. طريقه البوكسات طبعا زي ما احنا شايفين احنا قاسمين البوكس لجزئين، جزء للمبيت اللي هو مثلا في حر في مطره في اي شيء لا قدر الله بيبقى داخل جوه وفي الميه بتاعته. الجزء اللي بره نظام ملعب، وفي نفس الوقت الارضيه اسمنتيه عشان رجل الكلب ما يحصلش اي ليونه في العظم بالظبط كده. تمام. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ على الكلب من جميع الطرق. من جميع اي شيء تضره، حساسيه كعظم كرطوبه كاي، لا بنحاول ان احنا نحافظ له على كل ده. بس الكلب ده يطلع؟ لا مش هيطلع ما تخافش. تمام. احنا كده اتفرجنا مثلا على المزرعه كده على بوكساتهم طبعا وعرفنا مع الكلاب كلها تقريبا.
صح كده؟ ويا رب نكون اديناهم حاجه تفيدهم. ان شاء الله ان شاء الله. تحت امركم في اي حبيبي ربنا يبارك فيك. احنا اتشرفنا بيكم والله بصراحه يعني. ربنا يعزك. ماشي. انا تعبتك معايا يا كبير. باشا تحت امرك. حبيبي تحت ربنا يبارك امرك. فيك. كنت معاكم ابو كنزي، كنا عند استاذ وليد حامد النهارده في سقاره. هقول ايه يعني، انا النهارده قضيت يوم حلو جدا. النهارده فعلا موضوع ما شاء الله يعني، موضوع يعجب اي حد بصراحه. قضيت وقت ممتع جدا مع مستر وليد، مع كابتن حسن. الله يخليك. انا شرفت بيك يا كبير الله والله. يخليك. احنا اتشرفنا حبيبي بيك. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا كبير حبيبي. شكرا لك. خد بقى شوف. كنت معاكم ابو كنزي على قناه مزايا. كنا عند وليد حامد من اكبر بريدر في مصر، بيتكلم عن الكين كورسو. موضوع هنا ما شاء الله ربنا يبارك للجميع. كلاب محترمه جدا جدا. انتوا شفتوا الموضوع، شفتوا المزرعه متاسسه ازاي، شفتوا الكلاب عامله ازاي عنده مستوياتها. ربنا يبارك له، واتشرفت بوجوده طبعا معايا. واضافه ليا والله نسب محترمه. شكرا ليكم. كان معاكم ابو كنزي على قناه مزايا. استنونا في كل جديد. السلام عليكم.